الخبر عاجل جدا وعندنا كلام مهم جدا النهارده. انفجار الامارات ورد فعل اسرائيل وتهديد خطير على الساحه الان. خلينا يا جماعه نقتنع ونقر ان احنا نحن في عصر خطير جدا. كل ساعه خبر خطير، كل دقيقه يمكن تحرك معين في العالم، وده اللي خلينا نقول ان نحن يعني في نقطة اللا عودة. نحن في عصر الابتلاءات الخطيرة، ولازم نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء وطيبين ومهمشين ومظلومين وجوعانين. يا ريت نقول أمين يا رب العالمين. المواضيع بتتصاعد أكتر وأكتر، ويمكن مش هطول عليك في الفيديو ده، ولكن عندنا كام خبر مهم. بس قول معايا يا رب ارحمنا من اللي جاي. قول أمين. يعني ما تخليش 4 حروف تمنعك ان انت تلتجئ الى الله. يا رب يعني انصر المظلومين والمقهورين والجوعانين. قول امين. وانتوا عارفين انا قاصد ايه، وفي كلام ما بقدرش اقوله يا جماعة في الفيديوهات، فافهموا ما بين السطور، والدعاء يغير الاقدار. اللهم ارحمنا من القادم. قول امين. هنشوف الاخبار اللي معانا، وقبل ما نبدا بفكركم بعمل الاعجاب واللايك للفيديو، مهم جدا علشان دعم القناه. انشر، شير، شارك الفيديو، خليك معايا في معركه الوعي. معركتنا هي معركه وعي يا جماعه، فانشر، شير، شارك الفيديو على اوسع نطاق. خلي الناس تعرف وخلي ولادنا يعرفوا. تالت حاجه، اوعى تنسى تعمل اشتراك في القناه عشان يصلك كل جديد. هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك. سنكون معك على مدار 24 ساعة، وشكرا لحضراتكم. نبدأ نشوف الخبر اللي معانا. قبل ما نبدأ، في خبر برضو وانا بصور ده قالب الدنيا يا جماعة. ان دلوقتي بقى يتكلموا في خلود الانسان. يعني القصة مش الانسان والبشر بيلعب دلوقتي في انه يعمل علاج للنشاط، او يعمل ثورة صناعية، او يخترع الانترنت، او يعمل ذكاء اصطناعي. لا، دلوقتي الفكر اللي هم قادة العالم هيودوا العالم لفين؟ هيجيبوا غضب إلهي أكتر من كده إيه؟ دلوقتي الفكرة كيف يكون الإنسان خالدا. إزاي الإنسان يعيش 150 سنة و200 سنة و300 سنة، بل بيهدفوا إلى الخلود. فالخبر ده استفزني. إحنا دلوقتي يعني بنيجي عند الخطوط الحمر أو الخط الأحمر للذات الإلهية، وعايزين نتحكم في خلود البشر. فربنا يرحمنا من اللي جاي بجد، ربنا يرحمنا. شوفوا الخبر اللي معايا ده بيقول ايه. رئيس روسيا والصين يبحثان الخلود وإطالة الأعمار ل150 عاما. تسريب من يوم النصر. الكلام ده جه امبارح الأربعاء 3 سبتمبر. احنا النهارده يوم الخميس 4 سبتمبر أو 4/9/2025. ولكن اللي حصل طبعا كلنا كنا شفنا الفيديوهات اللي منقول على الهواء مباشرة من الصين، وإن رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية وزعماء العالم كلهم، ما عدا طبعا أمريكا والاتحاد الأوروبي، كلهم كانوا بيحضروا يوم النصر في الصين، واستعراض للقوة واستعراض للتحالفات الجديدة وكل ده، وبيشوفوا أقوى الأسلحة اللي تمت. في خلال هذا اللقاء وهذا الاحتفال كان في ميكروفون مفتوح وميكروفون حساس، فلقط كلام ما بين بوتين وما بين الصين، بيتكلموا ان هم خلاص قربوا او بيعملوا حاجة يخلوا الانسان يعيش 150 سنة، بل ممكن انه يهدفوا الى الخلود. فتعال نشوف ايه اللي تم، لان الموضوع ده خطير جدا جدا. لقط الميكروفون نقاشا بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، يتأملان كيف يمكن أن تؤدي عمليات زرع الأعضاء إلى الخلود. خلال تبادل قصير للحديث القصير تم التقاطه عبر ميكروفون ساخن في عرض عسكري. تسريب مناقشة حول الخلود. كان الرئيس الروسي في بكين يوم الأربع برفقة الزعيم الصيني الذي استضاف الحلفاء لحضور حفل بمناسبة الذكرى 80 ليوم النصر ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وبينما كان بوتين وشي يمشيان على رأس وفد من القادة الأجانب، بثت وسائل الإعلام الرسمية لقطات مباشرة تظهر أجزاء مما بدأ وكأنه محادثة خاصة. وبينما كان يتجهان نحو منصة مرتفعة في ميدان كذا، سمع مترجم بوتين وهو يقول باللغة الصينية: التكنولوجيا الحيوية في تطور مستمر، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. بعد فترة قصيرة غير مسموعة، أضاف المترجم: يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار كلما طالت مدة حياتك. أصبحت أصغر سنا، يعني كل ما عمرك بيزيد هتبقى أصغر سنا، بل يمكن حتى تحقيق الخلود. وحاشا لله وأستغفر الله العظيم على هذا الكلام. لما ينشد الإنسان الخلود يبقى خلاص، يبقى الطوفان قادم قادم يا جماعة. وكان من الممكن سماع شي الذي كان خارج الكاميرا وهو يرد باللغة الصينية: يتوقع البعض أن يعيش البشر في هذا القرن حتى عمر 150 سنة. وأكد بوتين في وقت أنه ناقش مع شي آفاق زيادة متوسط العمر المتوقع للإنسان بشكل كبير. وإحنا رايحين على فين؟ والعالم هيودينا على فين؟ وطموح الإنسان هيوديه على فين؟ والفكر الشيطاني هيوديه على فين؟ لما خلاص كل حاجة بقت بالفلوس، معاك فلوس هتشتري أعضاء، كل ما سنك يكبر يغيروا لك عضو. وبيقولوا إن التكنولوجيا الحيوية وصلت لمراحل غير عادية، فممكن الإنسان يغير كل حاجة في جسمه بايظة ويغيرها كذا مرة. ودلوقتي يعني بفلوسك هتعيش أعمار بل تنشد الخلود. ربنا يرحمنا من القادم يا جماعة، وقولوا أمين. الخبر ده قالب الدنيا وما نعرفش طبعا، طالما في كلام ونقاشات وحوارات زي كده يبقى ما فيش دخان من غير نار، يبقى في حقيقة حاصلة في العالم وبرضه هنفاجأ بها على غفلة. عندنا بقى الإمارات انفجرت من الداخل بسبب ما تفعله إسرائيل، وعملت رسالة إماراتية حازمة إلى إسرائيل، بل إن الإمارات تحذر البيت الأبيض ضم إسرائيل للضفة الغربية، يهدد اتفاقيات إبراهام واتفاقية التطبيع والسلام اللي عاملينها. وأبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستؤدي إلى الإضرار باتفاقيات إبراهام وتقويض آمال توسيعها، وفق موقع اكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر. هتقول لي طب وإيه يعني الإمارات بتهدد؟ هقول لك لا، الإمارات بالذات تفرق كتير جدا مع إسرائيل. السعودية تفرق كتير جدا مع إسرائيل. وادينا كمان شفنا ان تركيا منعت الطيران وقفلت الاجواء التركية امام الطيران الاسرائيلي. وكمان تركيا منعت ووقفت كل الاتفاقيات التجارية اللي مع اسرائيل. فالموضوع يا جماعة بالنسبة لإسرائيل الإمارات والسعودية مهمين جدا، وهتعرف ليه. وأكدت الإمارات أن الضم يمثل خطا أحمرا، وأن تنفيذه سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الإماراتية الإسرائيلية ويهدد رؤية التكامل الإقليمي. وحسب أكسيوس فقد شدد مسؤول إماراتي كبير على أن الخيار أمام إسرائيل الآن هو الضم أو التكامل، محذرا من أن الضم سيكون بمثابة ناقوس موت لحل الدولتين. خلال الأسبوعين الماضيين أجرى مسؤولون إماراتيون اتصالات مع كل البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية للتحذير من عواقب الضم. وهنا الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي. وقال مسؤولون إسرائيل أن رئيس الوزراء نتنياهو أجرى مناقشات داخلية بشأن الضم المحتمل دون اتخاذ قرار نهائي، ولكن هوريكم القرار وهوريكم التهديد. وكان شرط الإمارات لتوقيع اتفاقية إبراهام سنة 2020 هو استبعاد الضم، بينما ترى إسرائيل أن الالتزام كان مؤقتا وانتهى. وتعتبر الإمارات أن أي خطوة للضم ستنتهك روح الاتفاقيات كلها. ونيجي بقى الرد الغريب أن بالفعل نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي. الكلام ده يوم الخميس 4 سبتمبر.
وده رد فعل غريب جدا جدا. يعني أجل الورق بتاع مناقشته في الحكومة بسحب مناقشة ضم الضفة بعد التعزير الإماراتي. وذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة جورزاليم بوست أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزال مسألة تطبيق السيادة على الضفة الغربية من جدول أعمال النقاش المقرر عقده يوم الخميس اليوم، وذلك عقب تحذير دولة الإمارات من أن الخطوة تمثل خط أحمر. وسيركز النقاش على الوضع الأمني في الضفة الغربية في ضوء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، حيث ستعترف عدة دول بدولة فلسطين. حاجة كمان، إن إسرائيل بتأكد على إن إخلاء غزة لا مفر منه، وحماس ستواجه كامل قوة جيشنا. هنا يا جماعة حصل تعقيد غير عادي في الموضوع، ولازم تفهموا إيه اللي هيحصل بقى. قال الجيش الإسرائيلي من يوم الثلاث أن إخلاء مدينة غزة لا مفر منه في الوقت الذي يستعد فيه لشن هجوم كبير على المدينة، والذي يريد رئيس الوزراء نتنياهو تسريع وتيرته رغم تحذير ضباط كبار. وبيقول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: أرى في الأيام الأخيرة مشاهد كثيرة لانتقال الكثير من العائلات الفلسطينية والكيان إلى جنوب قطاع غزة، وذلك متابعة لخريطة المناطق وكذا وكذا وكذا. المواضيع رايحة على فين؟ تعال بقى نتكلم كلمتين مع بعض. اولا يا جماعه، ترامب قال لو حماس طلعت ال200 رهينه احنا هنوقف الحرب نهائيا، وحماس بتفكر جديا انها تعمل كده، ولكن نتنياهو عنده اصرار لاخلاء غزه بالكامل والضغط على جنوب قطاع غزه علشان يبقوا ال2 مليون موجودين امام الحدود المصريه، والزج بمصر في هذه الحرب، او في موضوع سيناء، او الحصول على سيناء مقابل الغاز، او الحصول على سيناء مقابل الماء الخاص بقى بسد النهضة ونهر النيل، والضغوط الاقتصادية والضغوط اللي محطوطة فيها مصر. وقلنا ليس كل ما يعرف يقال، هناك كماشة معينة وضغوط غير عادية وحلقات نار تحيط بجمهورية مصر العربية. فافرض حماس قالت أنا موافقة، هل نتنياهو هيوافق ويوقف الحرب ويسيب غزة، ولا هيصر على الإكمال؟ غير إن خلاص باقي أسبوع ولا 2 وفي دول هتعترف بالدولة الفلسطينية رسميا، فهل هيتم عمل شيء قبل هذا؟ أنا بقول لك إن الأسبوعين اللي جايين أو ال10 أيام اللي جايين هيبقوا أخطر 10 أيام في القضية كلها، أخطر 10 أيام. يا إلا تشتعل الحرب وتفضل النار دي مشتعلة سنوات، يا اما تبدا يعني الكيرف زي ما بيقولوا، او النار تهدأ 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 ثم تنخفض في المنطقه. ولكن اللي واضح ان لا، خريطه الشرق الاوسط الجديده عايزين ينفذوها، اسرائيل الكبرى عايزين ينفذوها، السيناريوهات اللي لسه ما قرناهاش وما عرفناهاش عايزين ينفذوها، بناء قواعد عسكريه في غزه، قواعد عسكريه امريكيه في غزه، وهناك حديث كبير عن هذا الموضوع علشان تبقى متواجدة في منطقة الشرق الأوسط أمريكا. كل ده يا جماعة يبين إن السياسة مش نافعة، وإن طالما خرج السيف من غمده فوقف الكلام ووقفت السياسة. اللي جاي صعب واللي جاي خطير، واللي جاي ما يعلمه يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من القرايات ان المواضيع هتكمل وربنا يعديها على خير وعلى حضراتكم. ودايما قولوا يا جماعة: اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء ومستضعفين ومقهورين ومظلومين وجوعانين. يا أخي اكتب أمين بقى، يا أخي اتكبر على شيطانك واقتل شيطانك وكبريائك واكتب أمين، 4 حروف مش هتخسرك شيء. ربنا يرحمنا وإياكم. شكرا لحضراتكم. اوعى تنسى الاشتراك في القناة، اوعى تنسى عمل الاعجاب واللايك، اوعى تنسى نشر الفيديو في كل مكان. تابعونا على مدار ال 24 ساعة هنكون معاكم. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، شكرا لدعمكم، وإلى أن نلتقي. كان معكم فادي فكري،
وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع.